العالم هينتهي في لحظة، حياتك وقتها هتكون خلاص، والكوكب كله مش هيكون عليه أي حد. انت أكيد شفت أخبار الحرب الإيرانية مع الجماعة التانيين وقد إيه الموضوع كبير وبيكبر. السؤال هنا، لو كل اللي بيحصل ده عشان إيران ما تصنعش نووي، تعال أقولك لو قامت حرب عالمية تالتة ودول العالم قررت تستخدم النووي هيحصل إيه؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. سنة 1945 في الحرب العالمية الثانية، أمريكا وعشان تضغط على اليابان وتخليها تستسلم ضربت أول قنبلة نووية في التاريخ على مدينة هيروشيما، المدينة اللي هحكي لك عنها مأساة حرفياً تشيب. قنبلة الليتل بوي بومب، قنبلة ذرية ارتفاعها 3 متر، اترمت عن بعد 580 متر من مدينة هيروشيما، المدينة اللي اتحولت لجحيم من أول لحظة اترمت فيها القنبلة دي. ضوء شديد جدا لدرجة ان الناس جات لها حالة عمى مؤقت، وده اللي قالوه ناس نجت من الموت، ان الضوء وكأنك باصص للشمس بشكل مباشر، وفي ثواني القنبلة تعمل كرة حرارية درجتها وصلت من 3000 ل 4000 درجة مئوية، ولهيب الكرة ده بيحرق أي بني آدم في محيط 3000 متر، وفي لحظة مات 70,000 بني آدم، وفي ناس ماتت حقيقي ما تبقاش منها غير رمادها على الأرض. المباني طايرة من شدة القنبلة، وشدة الرياح اللي بسبب القنبلة شالت كل حاجة في وشها. الناس بقت تطلع من تحت الأنقاض مش فاهمة حاجة، وبحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وكلهم بيجروا ناحية أي نهر للمدينة، وبيجروا بصدمة شديدة جدا عشان يجروا للمية اللي هتطفي أجسامهم من الحروق. بس للأسف حتى دي ما نفعتش، لأن الأنهار القريبة بسبب القنبلة والحريق كان طاير فيها قطع خشب مولعة على سطح النهر، خلت النهر نفسه سخن. ده غير ان اللي بينزل ما كانش بالضروره انه بيعرف يعوم، ففي ناس نزلت وغرقت في النهر. حتى اللي كانوا بينزلوا حمامات السباحه من كتر التعب ما كانوش بيقدروا يخرجوا من الميه، وخزانات الميه بتاعه المدينه الناس كانت بتموت جواها. واللي من شده المأساة اللي عاشتها هيروشيما، بقت الناس اللي اتكتب ليها انها تعيش اول ما هتيجي تشرب هتشرب من الخزانات اللي فيها جثث الضحايا. وبعد ما الحريق هدي ابتدت نتائج الاشعاع بتاع النووي تظهر على سكان مدينة هيروشيما، واللي كان مؤلم جدا بالنسبة لي حتى تخيله. أعراض الإشعاع مش القنبلة، ركز، يعني اللي عاشوا مش اللي ماتوا بسبب حريق القنبلة، يعني دول المفروض الناجين. بدأ تظهر بقع لونها بنفسجي على جلودهم ونزيف في اللثة، حتى انهم بيدخلوا الحمام أكتر من 50 مرة في الساعة. ده كمان فضلاتهم كلها دم، ومش مفهوم سبب ده إيه، لأن دي كانت أول مرة العالم يتعامل فيها مع قنبلة نووية. النقط البنفسجية دي كانت بتعمل حكة في الجلد، هي مش مؤلمة، إنما المؤلم إن كل شخص بتظهر عليه البقعة دي بيموت في خلال يوم أو 2. القنبلة دي خلت هيروشيما لا تصلح للحياة لعشرات السنين. القنبلة دي بعد وقت كان انتهى تأثيرها، بس أثرها ما راحش، لأن اللي عاش مشوه تماما من الحروب، وأكتر عرضة للإصابة بمرض السرطان وخصوصا سرطان الدم بنسبة 50%. ده مش بس الدم، الرئة والثدي وغيرهم من السرطانات اللي من آثار القنبلة الأمريكية الملعونة. أنا كل ده بكلمك في سنة 1945، يعني حتى التطور العلمي ما كانش زي النهاردة، ولا تطور القنابل النووية هيكون زي النهاردة. رغم كل اللي بحكيهولك ده، روسيا قررت تختبر قنبلة نووية في جزيرة بعيدة، واللي قوتها كانت بتقدر بضعف قنبلة هيروشيما بأكتر من 3300 مرة. متخيل اصلا كمية الاشعاع اللي ممكن تسببه قنبلة زي دي؟ ولو انت مش متخيل، خلينا انا اقول لك حاجة. لو شخص اتعرض للاشعاع ده بجرعة 600، الشخص ده نسبة موته هتعدي 90%. ده غير خلل شديد في الجينات بتاعته، ده غير التشوه في الأجنة، ده لو كان في احتمال اصلا ان البشرية تكمل. واحدة كمان من المخاطر دي وهي التهاطل النووي. في هيروشيما وبعد نص ساعة من الانفجار تنزل امطار، بس مش زي اللي انت تعرفها، لا، دي امطار لونها اسود بتنزل بدخان وذرات من الاشعاع اللي بتنزل على الجسم وتحرقه، يعني مطر مشع. وده اللي بيسموه التهاطل النووي. رغم كل اللي بحكيهولك ده،
ما توقفش إنتاج السلاح النووي، لا ده لسه في دول بتتخانق على تصنيعه وإنها عايزة تمتلكه زيها زي غيرها. وخليني أقولك إن العالم دلوقتي في 22,000 قنبلة ذرية موجودين معاك على نفس الكوكب اللي احنا عايشين عليه، وبتطور أكتر من قنبلة هيروشيما. تخيل انت حرب عالمية تالتة فيها استخدام لنووي ممكن يعمل فينا ايه. والغريب بقى انه من سنة 45 ل 2017 ما كانش فيه قانون واحد بيجرم استخدام القنابل النووية. وبالشكل اللي بحكي لك عنه ده، لو قامت حرب نووية وعاش اصلا حد على الكوكب، فألبرت أينشتاين قال اننا لو استخدمنا نووي في الحرب العالمية الثالثة فالأكيد اننا في الحرب العالمية الرابعة هنرجع نحارب مرة تانية بالعصاية والحجر، ده لأن الكوكب وقتها هنكون محتاجين نبدأ من الأول أصلا. قولي في الكومنتات، شايف إن إيران حقها تصنع نووي زيها زي باقي الدول، وخصوصا الدول اللي بتمنعها إنها تمتلك قنابل نووية؟ شاركني رأيك لو كنت على الفيسبوك، وما تنساش تتأكد إنك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد إنك عامل اشتراك في القناة. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.